نرجع بقى مرجوعنا لزيزو والزمالك، لان دي حقوق النادي لازم النادي يحافظ عليها. موضوع زيزو دلوقتي ده لاعب مفروض على قوة نادي الزمالك لغاية يوم 30/6. قبل يوم 30/6 لو اللاعب ده بيلعب في أي مكان يبقى في مشكلة كبيرة. لو اللاعب ده راح لأي نادي يبقى في مشكلة كبيرة، يبقى في تفريط في حق النادي وتفريط في حق ملايين من الجماهير اللي بتشجع النادي، وتفريط في كل حقوق لنادي الزمالك اللي احنا بنشجعه. زيزو عقده مستمر مع نادي الزمالك لغاية يوم 30/6. أي نادي تاني عايز يتعاقد معاه إما يشتري الباقي من عقده أو يتصرف غير قانوني، وفي الحالة دي الزمالك مفروض يرد بالقانون وبالشكاوى وباللوايح زي ما بيقولوا. إذا الموضوع ما نفعش محليا، وزي ما بيقولوا إن الزمالك بعت استفسار للاتحاد من أول 5 واحنا دلوقتي دخلنا في أول 6، يعني بقالنا شهر والاتحاد ما ردش. النقطة دي محتاج إن الزمالك يصعد، دي أول نقطة للحفاظ على حق الزمالك في موضوع زيزو. عقده مستمر لغاية يوم 30/6. ريال مدريد لما حب يجيب لاعب يلعب معاه في كأس العالم ولسه في عقد اللاعب شهر، اشترى العقد بتاعه. والله اللي عايز يشتري زيزو في الفترة المتبقية يشتري ويدفع وياخده، وفوقيه 50 مليون 60 مليون بوسة مش عايزينه، بس تشتري العقد بتاعه المتبقي ليه 30 يوم لسه في عقده. عايز تاخده خده واستمتع بيه، وعايزك تستمتع على الاخر بيه. ده موضوع اول قصة في قصة زيزو. تاني حالة في موضوع زيزو، او تاني موضوع في موضوع زيزو اللي هو يخص حقوق نادي الزمالك. ما كانش ينفع ان زيزو يروح يعمل مقابلة في السفارة الامريكية بدون علم نادي الزمالك. دي تاني مشكلة يعملها زيزو. اول مشكلة حكينا فيها اللي هي خاصة ان عقده لغاية يوم 30/6. ده موضوع. تاني قصة ازاي يروح يعمل مقابلة في السفارة الامريكية، وجاب منين الجواز بتاعه اصلا وهو على قوة نادي بيلعب ليه، وازاي يعمل مقابلة بدون علم نادي الزمالك. وطبعا المقابلة تمت وراح السفارة وسألوه قال لهم اصل كذا وكذا وكذا، يعني الموضوع ده تم. المفروض اتحاد الكرة يرد على نادي الزمالك في الشكوى دي برضه. ازاي لاعب زي ده ما يطلعش ضده عقوبات من اتحاد الكرة ويتوقف رسمي لانه متغيب، لانه ما بيحضرش لنادي الزمالك. لا مش متغيب، خلينا في نقطة السفارة، لانه راح للسفارة بدون علم نادي الزمالك اللي هو النادي المتعاقد معاه. يبقى دي تاني قصة او تاني مشكلة. اول مشكلة عقده لسه ل 30/6 وما ينفعش اي نادي يتعاقد معاه لغاية 30/6، اللي عايزه يشتري العقد بتاعه. تاني مشكلة راح السفارة بدون علم النادي، ودي مشكلة قانونية عليه كلاعب متعاقد مع نادي. ما ينفعش يتصرف كده من نفسه في مواضيع تخص السفر لبره الا بالرجوع للنادي اللي هو عامل معاه عقد. المفروض اتحاد الكرة ياخد عقوبات ضد اللاعب ده. تالت مشكلة ان اللاعب تغيب بقاله دلوقتي شهر او اكتر تمام من نادي الزمالك، ما بيحضرش لا تمرينات ولا مباريات، وكان سبب مباشر في خسارة بطولات لنادي الزمالك، منها الكونفدرالية ومنها الدوري ومنها كاس الرابطة او كاس الرابطة. حاليا في كاس مصر المفروض يعني في نهائي، وممكن بنسبة كبيرة الزمالك يخسره بسبب برضو موضوع زيزو. يعني في خسائر حصلت لنادي الزمالك بتغيب هذا اللاعب لفترة اكتر من شهر في نهاية موسم اللي هو المباريات حساسة بدرجة 100%. كل مباراة بتفرق فيها النقطة وبتفرق فيها الفوز أو الخسارة، بتخسر بطولة مباشرة. هو تغيب في أهم وأكتر فترة حساسة في تاريخ الموسم. فالفترة دي بقت لما غابها وما حضرش، مفروض إن الزمالك يبعت للاتحاد ويشتكي اللاعب لأنه هو تغيب وتسبب في خسارات مباشرة لنادي الزمالك وتأثير على الروح المعنوية للاعبين، وعمل فتنة كبيرة بين الجماهير بغيابه وبتغيبه وبتأثيره المباشر على نتائج الفريق، وارتباط اسمه بنادي منافس عامل فتنة برضه كبيرة. فانت دول 3 مواضيع مفروض ان الاتحاد يرد بسرعة، ولو ما ردش الاتحاد
من حق الزمالك يصعد الموضوع للفيفا مباشره، لان انت ماشي كده الدرجات اللي هي بيقول عليها ديت الدرجات القضائيه، والله عندك الاتحاد ما ردش والرابطه ما ردتش، ما مش هتستنى تاني اكتر من كده. روح للفيفا وقول له انا بعت من شهر كذا وما جانيش رد ومفيش حد بيرد. لاعب عقده لغايه يوم 30/6 وارتبط اسمه مباشره بنادي تاني وعايز يلعب معاه بطوله، ازاي يعني؟ ازاي عايزينه يشتري العقد بتاعه، عقده لغايه 30/6، يعني تكون بطوله كاس العالم دي عدى منها اسبوعين، يعني ما ينفعش اصلا، مش هيلحق يروح اساسا. تاني حاجه هو راح للسفاره وعمل مقابله بدون علم النادي، دي مشكله تانيه. تالت حاجه متغيب عن المباريات والبطولات وعن التمرينات وعن كل شيء، يا الاتحاد ياخد عقوبه ضده يا اما يرد على الزمالك ويقول له والله اللي انت عايز تعمله روح اعمله. ما ردش او رد، في الحالتين المفروض ان الزمالك يصعد المشكله للفيفا. القصه دي لو الزمالك خد اجراء فعلا مع الفيفا زي ما بيراميدز اخد اجراء، ما قعدش يتكلم ويرغي وهنعمل لا، راح على طول اشتكى على طول. ايا كان اللي هتحصل، كوسه تكويسه بين الاتحاد وبين الرابطه مع الفيفا في موضوع خصم ال3 نقاط، ويقول لك ايا كانت النتيجه، لكن بيراميدز اخد اجراء. لو طلع بعد كده الفيفا قال لك والله اصل هم قالوا لنا ان اللائحه الجديده فيها كذا وكذا، يقدر بيراميدز يعترض يقول له لا، اللائحه الجديده لو فيها بس خساره المباراه ما كانتش الرابطه طلعت قرار بخصم 3 نقاط تاني اخر الموسم، كانت مشيت الرابطه على اللائحه الجديده اللي هي مستقره عليها. لكن لو حصل حاجه زي كده معناته انه في كذب بقى وتدليس حصل، ويقدر بيراميدز يثبت الكلام ده للفيفا، سهله مش صعبه. هيقول لهم القرار لما طلع بخساره المباراه زائد خصم 3 نقاط اخر الموسم، ده القرار اللي طلع. لكن لو في لائحه جديده ما كانش القرار هيطلع كده. ده دليل اصلا ضد الرابطه والاتحاد. لو حبوا يكوسوا القصه هيكوسوها ازاي؟ يقول لك اصل في لائحه جديده بعدم خصم 3 نقاط اخر الموسم، ودي اللائحه الجديده اللي ماضي عليها كل الانديه. طب لما في لائحه جديده ازاي الرابطه من البدايه تطلع قرار بلائحه قديمه؟ ده معناته ان هي دي اللائحه اللي موجوده، مفيش لائحه جديده اصلا. لان ازاي الرابطه تعمل غلط وتطلع قرار بناء على لائحه قديمه مش لائحه جديده؟ يبقى هي لائحه واحده بس هم حبوا يعملوا ان كان في لائحه جديده، لكن هو مفيش، وده كذب وتدليس. ويقدر بيراميدز يعني ايه يعترض على القرار، ويقدر بيراميدز يصعد مع الفيفا تاني وتالت لو طلع اي قرار ضد مصلحه بيراميدز في الحصول على الدوري. على الاقل بيراميدز وصل للفيفا وتواصل ويقدر ياخد ويدي معاه. انت كزمالك هنروح للفيفا، هنصعد للفيفا، هنروح للفيفا بيان عاجل اعتراض، النادي الزمالك يطالب بحقوقه، نادي الزمالك يطالب بالعداله التحكيميه، نادي الزمالك يطالب من المنظومه مش عارف بايه، ولا بنطالب ولا كله كلام في الهوا ولا في اي اجراء. لو اجراء واحد بس وصل للفيفا، الاهلي ده كان نزل للدرجه الرابعه من زمان وكان اتشطب نهائيا من سجلات الكره الرياضيه على مستوى العالم. لو في اجراء حقيقي اخده الزمالك، ومفروض الزمالك موضوع زيزو ده ما يتهاونش نهائيا، لان ده مش حق النادي الزمالك فقط، ده حق 60 مليون زملكاوي بيشجع النادي ده، وكلهم بيناموا متضايقين بسبب الظلم اللي بيحصل. ربنا كبير وينصر الزمالك وينصر الحق. ومليار مبروك لبيراميدز البطوله الغاليه، بطوله واحده بشرف بتاريخ الاهلي الغير مشرف، بطوله واحده لبيراميدز وبطوله واحده للزمالك بتاريخ الاهلي كله. سلام.